يا مساء الدلع والرومانسية، ونبدأ فيلمنا الرومانسي. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. دعمكم يهمنا علشان نستمر في تنزيل ملخصات الأفلام. ويبدأ فيلمنا بالحاج ماسيو اللي بيروح علشان يحجز قطر مكيف خاص بيه، لكنه بيلاقي الدرجة العادية فبيضطر يحجزها لأنه مستعجل. وبعد كده بيروح على البيت وبيقابله الخدم بتاعه مستر إدوارد، ويقوله ان في بنت اسمها كونشيتا مشيت الصبح بدري من المكان لكنه مش عارف ايه السبب. بعد كده ماسيون بيخش في اوضتها وبيلاقي الأوضة مكركبة، وفجأة إدوارد بيلاقي مخدة عليها دم، فبيستغرب ويخاف. فبيقوله ماسيو إن هي دايما بتنزف من مناخيرها، وماسيو بيؤمر مستر إدوارد إنه يتخلص من كل آثار ليها في الأوضة. وبعد كده بيركب العربية وبيطلعوا على محطة القطر، وبيكون ماسيون بيودع إدوارد علشان إدوارد هيركب في عربية تانية، وبيروح ماسيون يركب في العربية اللي بعديها. وبتقابله هناك واحدة ست جميلة وشيك وبتعرفه بنفسها، وبيدخل عليهم برضو واحد رجل أعمال وشيك، وبيكون ماسيون عارفه لأنه مرة قابله قبل كده في مكتب توني ابن عمه. وبعد شوية يدخل عليهم رجل من قصار القامة اسمه بيرال. وبعد لحظات وأول ما القطر يتحرك يستأذن منهم ماسيو عشان هيقوم يدخن، وهو واقف بيدخن على شباك القطر فجأة بيلاقي بنت جميلة داخلة عليه، والبنت دي بيكون عليها آثار ضرب في وشها. فبيطلب من سائق القطر ان هو يديله جردل مليان مية مقابل انه هيديله فلوس، وياخد جردل المية ويرميها على وشها والبنت تتغرق. وبعد كده هو يرجع تاني يقعد في القطر كأنه ما عملش اي حاجة، ويستغربوا الناس اللي معاه من التصرف اللي عمله. وبعد شوية تقوم البنت الصغيرة اللي قاعدة تسأله هو ليه عمل كده في البنت ورمى عليها مية، فتقوم والدتها وتقول لها ملناش دعوة وملناش نتدخل في الحاجات دي. لكن توني ما بيقدرش يمسك نفسه وبيسأله ليه عملت التصرف الغريب ده، لأنه بيكون معاه دكتوراه في علم النفس. ساعتها ماسيون يقول لهم ان هو يعرف البنت دي وان في سبب خلاه يعمل معاها الحركة دي، ويبدأ يحكي لهم قصته. وبتبدأ قصته لما كان عند ابن عمه في البيت، وفجأة بتدخل عليهم كونشيتا وبتكون خدامة جميلة جدا وبيعجب بيها، وبيستنتج بيرال ان هي كونشيتا اللي رمى عليها المية، وبيطلب من ابن عمه ان كونشيتا دي تيجي تخدم عنده في البيت، وبيوافق ابن عمه ويبعت الخدامة. وبيدخل مستر إدوارد الخادم الخاص بمستر ماسيو يقوله إن هي جت، فبيطلبها وهو قاعد في مكتبه، وبتدخل عليه كونشيتا وبتجيب له إزازة الويسكي. وبعد كده بينده عليها ويقول لها إن هو عايز يقعد معاها شوية، وبيقعد يسألها شوية أسئلة عن حياتها الشخصية، وبيقعد يتقرب منها وبيقول لها إن هو مش هيعملها بعد كده معاملة الخادمة، وبيقعد يتقرب منها ويتحرش بيها لكنها بتقوم وبتمشي من القصر بتاع مستر ماسيون. وبيسأل خادمه هي فين كونشيتا، فيقول لها ان هي سابت القصر الصبح ومشيت من غير سبب. فبيتضايق مستر ماسيون من اللي هي عملته، وتاني يوم الصبح بيكون رايح الحديقة وبيطلع عليه 2 حرامية يمسكوه ويقلبوه وياخدوا كل الفلوس اللي معاه في جيبه. بعديها بشوية كده تدخل كونشيتا ومعاها العصابة اللي ثبتته وخدت منه فلوسه، وتروح ترجع له فلوسه وتعتذر له، لكنه هو ما يرضاش ياخد الفلوس ويرجعها لها تاني. هو قاعد معاها بيقول لها ايه اللي خلاكي تمشي من القصر؟ قالت له ده اللي كان لازم يحصل وما يصحش اللي انت عملته معايا ده. وقالت له لازم تقوم تمشي دلوقتي لان والدتها تعبانه، وادت له العنوان بتاع بيتها ومشيت. وبيكون مستر ماسيون معاه العنوان اللي كونشيتا ادتهوله، وبيطلع يروح عند بيتها، ولما راح هناك لقى ست جميلة فتحت له الباب، وبتكون هي دي مامة كونشيتا، وقالت لهم انها راح تحضر لهم فنجانين قهوة، وكانوا بيقعدين وبيتكلموا مع بعض. وبيعرف ماسيون من كونشيتا ان والدها مات في حرب كان بيدافع عن نفسه فيها، وبيطلع وهو قاعد فلوس ويديها لمامة كونشيتا علشان تسيبهم شوية ويحللهم الجو، وبيقعد يتكلم معاها وبيحاول يقنعها ان هي ترجع معاه البيت. فبعد كده بتحاول هي تدلعه مقابل الفلوس اللي امها اخدتها. وبتستمر زيارات ماسيون لكونشيتا، وبيدخل عليها يلاقيها عمالة ترقص ومعاها الولد زميلها العازف، فبيتضايق جدا من كده وبيطلب منه ان هو ما يجيش البيت هنا تاني وبيتعصب عليه. فزميلها بيمشي وبيكون ماسيون مع كونشيتا وبيجيب لها هدية
هي جميلة جدا. وبعدها كونشيتا تبدأ تعمل له جلسة حلاقة وبتحلق له فعلا، وبعد كده يقعدوا يتكلموا مع بعض وتحاول انه يقنعها انها تروح معاه، لكنها برضو ما ترضاش ان هي تروح معاه وبتقعد تعاند، فبيديها مبلغ فيه فلوس. وبعد كده وهم قاعدين تدخل عليها امها، وبتفرح امها لما تشوف الهدية اللي مستر ماسيون جايبها لكونشيتا، تاخدها هي بدل كونشيتا. وبيفرح ماسيون من كونشيتا لما يعرف ان هي ما عملتش عسل بقشطة مع حد تاني غير. وتاني يوم الصبح بيبعت ماسيون ادوارد الخادم الخاص بيه علشان يجيب مامة كونشيتا ويجيبها عنده لحد مكتبه. وبتدخل عند مكتبه وبيعترف لها انه بيحب كونشيتا، وبيطلب منها ان كونشيتا تعيش معاه طول العمر، ومقابل كده ان مش هيخلوهم يشتغلوا طول عمرهم وهيتكفل ليهم بكل المصاريف، وبيديها مبلغ محترم علشان تقنع بنتها انها تيجي وتعيش معاه. ويروح ماسيون لبيته ويحضر غرفة خاصة بكونشيتا، وفجأة بيلاقي الباب بيخبط وبيفتكر ان هي كونشيتا، لكن بيلاقي ساعي البريد بعتله رسالة من كونشيتا وبتكون كاتباله ان ما يصحش اللي هو عمله ده، وانه كان المفروض يطلب منها هي بدل ما يشتريها من امها. فيطلب من ادوارد ان هو يوقف تنظيف الغرفة، وبعد كده بيتعصب وبيروح رامي الوردة على الأرض، وبيروح لحد بيت كونشيتا ويفضل يخبط لكن ما بيلاقيش حد يرد عليه. ولما بينزل تحت بيقابل جارتهم فتقوله ان هم عزلوا من هنا، وبتستغرب ان هو ما كانش عارف ان هم عزلوا. وتاني يوم بيروح ماسيون يقعد مع ابن عمه في القهوة، وبيقوله ان هو يحاول يخلع من البنت دي وينساها، لكن يقوله ان هو منطفي ومش قادر على غيابها، وبيتضايق اكتر لما بيلاقي دبانة واقعة في كوباية المية. وبعد كده ابن عمه لما يمشي من الكافيه فجأة بيلاقي كونشيتا واقفة هناك، فبيستغرب ان هي واقفة وبتشتغل هنا. وبيجي بعد كده ماسيون يسألها ان هي ليه عملت كده وليه سابت البيت ومشي، وعايز مبرر للتصرف اللي هي عملته. لكن فجأة يدخل عليها المدير ويزعق لها ويقول لها ما تتكلميش مع رجالة تاني يا اما همشيكي من هنا. فبتتضايق من تصرف المدير، فبتقرر ان هي تسيب المكان وتمشي مع ماسيون، وبيقعدوا يتجادلوا مع بعض على اللي حصل. فبتعتذر له وبيروحوا يقعدوا في نفس الكافيه. وبيجي بعد كده المدير ويقول لهم ان مفيش خدمة هيقدمها لهم، وكمان بيطردهم برا المكان. فبيقوم ماسيو واخد كونشيتا وطالعين بره خالص، وبيقرر ان هو ياخدها معاه لبيته. وبتوافق كونشيتا وبتروح معاه البيت، واول ما بيوصلوا هناك بيكون النور قاطع، فبيضطروا ان هم يقضوا اليوم ده على ضوء الشموع، وبيقابلوا الخدم ويساعدوهم على الدخول لجوه بضوء الكشافات والشموع. لما بتدخل كونشيتا لجوه فجأة بتلاقي صورة مراته اللي ماتت من 20 سنة، فيقول لها انه كان بيحب المرحومة جدا وعمره ما خانها، لدرجة ان هو بيحاول يتقرب من كونشيتا وعاوز يعمل معاها طبق قشطة بالعسل على روح المرحومة. وبيطلب من الخدم ان هم يحضروا اوضة خاصة ليهم، وبيحاول ان هو يتقرب اكتر من كونشيتا، لكنها بتقوله انها مصدعة النهاردة ومش قادرة تعمل حاجة. فبيتعصب وبيروح يقلع هدومه، وبيحاول ان هو يقيد لها الشموع ويعمل لها جو رومانسي علشان يتقرب اكتر، لكن برضو كونشيتا تقوله ان هي مصدعة للادي ومش عايزة تدخل في اي علاقة ولا اي حاجة. فبيتعصب وبيروح قافل الشموع وبيروح ينام. بعد كده وهو بيحكي بيكون قاعد منتبه والكل سامع الحديث حتى العيال الصغيرة مركزة، ويقعد ماسيون يعيط زي العيال الصغيرة علشان مش قادر يعمل حاجة معاها، لكنها بتواسيه. وتاني يوم يقعد مع ابن عمه وبيستنوا كونشيتا لحد ما تجيلهم وتدخل تسلم على ابن عمه وتقعد معاهم. وفجأة بيجي عليها مدير المكان يخدم عليها بنفسه وبيشوفها عايزة تشرب ايه. وتاني يوم بيطلعوا في رحلة ويقعدوا مع بعض ويغيروا جو في الشمس، وبتسأله تقوله انت ليه دايما عايز تعمل عسل بالقشطة؟ فبيقول لها الإجابة المعتادة انه بيحبها ومش قادر على بعدها. ولما بيروحوا بيقرأ ماسيون في الجورنان خبر مش كويس، فبيتعصب وبيروح رامي الجورنان، وبيروح عند كونشيتا وبيطلب منها ان يعمل معاها قشطة بالعسل، لكنها برضو بترفض وتقوله انها مصدعة للمرة التالتة. وبالليل وهو نايم كونشيتا بتجيب صاحبها في البيت، فبيكسر فازة وهو معدي، فتقوم مدخلاه اوضه ومخبياه، فبيقعد يخبط لكن كونشيتا مش تفتح له بحجه انها بتغير لبسها. فبيجيب سلم ويطلع يشوفها من فوق الباب، وفجأة بتضطر تفتح له الباب وبيلاقي ساعتها صاحبها في البيت، فبتحاول تشرح له الموضوع ان هو انطرد من المكان اللي عايش فيه، فبيقوم هو كمان طرده من البيت. فتتعصب عليه كونشيتا وتقوله ان هي
هتسيب له البيت، فبيقول لها كمان تطلع بره، فبتقوله ان هي لو طلعت بره مش هترجع له تاني. وتاني يوم يقعد ماسيو مع ابن عمه ويحكي له عن اللي حصل، ويقول له انه مش قادر على بعدها، وبيحاول يقنع ابن عمه ان هو يتقرب من كونشيتا علشان ترجع له تاني. فبيوافق ابن عمه، وبعد كده مجموعه من المفتشين بيروحوا البيت كونشيتا وبيطلبوا منهم ان هم يسيبوا البيت فورا لان عليهم ضرايب والمفروض يدفعوها. وبيقرر ماسيو ان هو يسافر لبلد بعيده ويتفسح فيها شويه ويغير جو، وبياخد معاه ادوارد الخادم بتاعه، وهناك بيوصلوا ويقعد هناك في مطعم شهير، وبعد كده بيروحوا يتمشوا شوية، وبالليل بيخرجوا من الكنيسة. وهو طالع من الكنيسة فجأة يقابل مامة كونشيتا وبيفرح جدا لما يلاقيها، وبيعرف منها ان هم انطردوا من البيت علشان عليهم ضرايب، وبيعرف منها ان كونشيتا بتشتغل في مالها ليلي علشان يقدروا يصرفوا، وبيتضايق جدا لما بيروحوا بيشوف كونشيتا واقفة وعمالة ترقص للناس. وبيقرر ان هو يروح لكونشيتا في الغرفة بتاعتها، وفجأة وهو بيدخل عليها وبيتصنت بيلاقيها واقفة بترقص من غير لبس وقدامها مجموعة من الرجال وعاملهم حفلة خاصة، فبيدخل عليهم ويزعق فيهم ويطردهم كلهم بره المكان. فيتعصب عليها ماسيون من الرقص اللي عملته، وهي تقوم تتعصب عليه لانها كده هتترفد من المكان. وبعد كده يقوموا يتجادلوا مع بعض ويتصالحوا، ويقوم يصالحها ببوسة. وبعد شهر بيروح ماسيون يزورها في البيت اللي اشتروه لها، وبيديلها المفتاح والعقد علشان تحتفظ بيه، وبيقول لها مش يلا نعمل عسل بقشطة مع بعض، فتقول له لا انا دلوقتي برضو مصدعة. وبالليل وهو رايح لها بتنفض له وما بترضاش تفتح له الباب، وبتقول له يلا انا زهقت منك وانا ما بحبكش، وانا كده خدت منك اللي انا كنت عايزه اخده من زمان، وابعد عني يلا. وما بترضاش تفتح له، ولما ما بيرضاش يمشي بتروح جايباله صاحبها وبتقول له ان ده حبيبها من زمان وان هي بتحبه، وانها خدت منه كل ده علشان يعيشوا هما الاتنين، وبيعملوا قدامه كمان عسل بالقشطة. وبعد ما بيخلصوا طبق العسل بالقشطة بيقوموا داخلين على جوه، وساعتها ماسيو ما بيكونش قادر يمسك نفسه من اللي شافه، ويقوم واخد عربيته وماشي. وهو ماشي فجأة يلاقي واحد واقع قدام عربيته، فبيقوم يطمن عليه. فجأة يطلعوا عليه عصابة ويقلبوا كل اللي معاه وياخدوا كمان منه العربية. وتاني يوم الصبح بتروح له كونشيتا وبتكون ماشية عمالة تتمخطر قدامه، وبتقعد معاه وتقوله انا كنت فاكراك ان انت هتموت نفسك من غيري. لكن ماسيو ما بيهتمش بيها وبيطلع على اوضته، وبتروح طالعه وراه، ولما بتطلع وراه بيضربها ويقوم لاسحها علقه محترمه. فبتحاول ان هي تقوم وتهرب منه، لكنه برضو يمسكها ويقعد يضرب فيها وما تعرفش تهرب منه، وبتحاول تتوسل ليه وتديله المفتاح، لكنه بيروح راملها المفتاح وحابسها في الاوضه وماشي.